خسارة فيها صنابط جدد تزيد استمعوا مني لها قدر رخصة كيفاش ما تغسلي لها برا شاي ما تغسلي لها خاطر نعملوا لها وفي ظل تعزيز جمعيتكم صهيونيه حسبهم هما، دونك تشوفوا شنو يصير في الجمعيه نتاعكم، حضروا روحكم انتم شنو باش يصير فيكم. هذا مرحبا سي المنظر، هذه القرارات الجديدة كيف تنظرون إليها؟ بكل تأكيد الرئيس بن علي من خلال هذه القرارات التي نقدر أنها تاريخية التنوير، هذه القرارات علينا أن نذكر بأنها جاءت كأجندة وطنية لإصلاح سياسي جديد ينهي المرحلة الانتقالية ويدشن مرحلة اكتمال البناء الديمقراطي. إقالة وزير الداخلية وتركيز السيد أحمد فريعة رمز من رموز التيار الإصلاحي، مسألة لابد أن نتفاعل معها على أنها إشارة عالية للمرور نحو اتجاه تعميق البناء الديمقراطي. الإذان أو الإذن بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الرشوة والفساد، يعني أن الرئيس بن علي يقول للشعب التونسي بصريح العبارة: ليست لدينا خطوط حمر، ليست لدينا مقدسات وهمية، ليست لدينا محرمات يمكن أن يتحدث عنها البعض من خلال بعض الفضائيات. اللجنة الثانية الهامة ما صارتش في حتى بلدان في امريكا 18 رجال في الشارع، لا ما عندكش حق في الدار، خلي كنت فيه في امريكا كله بالفلوس. هكا السيمون ديمقراط اللي يحلفوا عليه واني كل مريض وناويه للسبيطار ما تدخلوش. واش عندك تخطيط سوسيال؟ احنا الحمد لله القرايه ما تقراش الا ما عندك فلوس باش تخلص بها. نحن ولا كونترير تعليم جبال من صورة ما يكتشفوا انه ثم ابوه وام عندهم صغير وصل سن 6 سنين وحرموا المسجد المكتب وحطوا انه يسر يتعاقب او يسر تحرم في مناحق ولا نيش. وين الاحترام؟ وين الاحترام؟ الاقصاء اقصاء اكثر من الاقصاء. اليوم اصواتي بدات تتنصب يوميا في التلفز وفي الاذاعات باش تسب المعارضه، عمليه جلد. انت كيف تسب المعارضه روحك انت عندك شرعيه، علاش مغيبني علاش خاطر تعرف انك عاجز باش تدافع على روحك، انك مورط في دماء الاسلاميين، ان اليسار اقصى اليسار هذاك مورط بالكاسات، مورط في تصفيه اخوان جاي حركه النهضه، والنهضه لا تنسى وما تخافوش. هاك التلحيس اللي عملتوه في السنين اللي فاتت لن تنسى قضيه الكاسات تحليل العرايض، ولن تنسى تصفيه حساب، ولن تنسى التقارير السريه.